لرنت الحديد لرنت الدربكة. اليوم انعزمت على بيت الحداد اللي كلياتنا حبيتوه. تعالوا نتعرف على ابنه ومرته والعيلة. مجد حداد من ترشيحة، معي لقب أول موسيقى. هوايتي العزف من وأنا صغير، بشتغل طبعاً بحفلات على آلة الدربكة. مجد، بتحس في علاقة بين صوت الحديد وبالمحددة وصوت الدربكة؟ يمكن نرني. هاي ام مجد مرت الحداد، وعشو عزمتينا اليوم؟ على الكبة. على فكرة هاي أول مرة بساوي كوب نية. أنا طيب ليه وحطوا ثلجي؟ هيك تعلمنا من أهالينا. كبة بتلم العيلة دايما، يعني أنا بعمل كبة بحب طعم الكل. هن دايما بيقولوا كبة لبنانية فلسطينية. بتحبها أكثر نية ولا مقلية؟ نية. وانتوا اكتبوا لنا كيف تحبوها أكثر، نية بصينية مقلية؟ بناتنا صوت الدربكة أكيد أحلى من صوت الحديد يعني. 100%. صح ولا لا عمو؟ زي ما ذكر الوالد، أنا رحت مرة معاهم على الشغل وما قدرتش أشتغل معاهم، بالذات الحديد يعني بكل المواسم مشكلة، يعني بالصيف حامي وبالشتاء بارد يعني. يلا أجبل. يلا اجبلي. نضلنا نجبل لتنو كيف؟ لأنها تصير تجبل هيك، بس تصير تجبل بتحط اللحمة عليها. خلص بنحط اللحمة. اوه بتحبها معلية. جبل الشيخ صارت هي. جبل الشيخ. خلطة شكرا كثير على الاستضافة، عن جد سلم عليك. عمو شكرا لك. يلا أجربها أنا. كثير زاكي. طيبة. كثير سلم ايديك. صحتين. عن جد زاكي كثير. طلع عمو يعني عن جد زاكي مبين. معلومة شو من المجد هاي. مين عازمنا نجرب أكلة جديدة من بلده المرة الجاي؟ اكتبوا لنا بالتعليقات.